تكلفة عملية التكميم إلى حد ما عالية شوية. لو عندك مشكلة في تكلفة عملية التكميم الفيديو ده هيهمك. أنا دكتور محمد رفعت، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، استشاري جراحات السمنة المفرطة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا. لو أنا شايف إن عملية التكميم الاعتيادية غالية عليا إلى حد ما شوية، أو أنا مش عايز أستخدم الدباسات علشان سمعت إن فيها بيحصل منها بعض المشاكل سواء كان نزيف أو تسريب، إيه ممكن يكون الحل لحاجة زي كده سواء كان للتكلفة أو للمضاعفات؟ الحل البديل لعملية التكميم هو عملية كشكشة المعدة. كشكشة المعدة دي عملية بيتم فيها طي المعدة، مش بيتم فيها استئصال للمعدة خالص. بدل ما المعدة بتكون مفرودة الفردة دي كلها، بيتم كشكشة المعدة داخليا جوه بعضها، وده طبعا بيقلل حجم المعدة بصورة كبيرة، ومش بيتم فيه استخدام الدباسات. ولما ما بنستخدمش الدباسات فبتكون تكلفة العملية إلى حد كبير أقل شوية، لأن تكلفة العملية أساسا كلها معتمدة على غلو سعر الدباسات، ومش بيحصل بقى المخاطر اللي ممكن تحصل من الدباسات اللي ممكن نسمع عنها كتير بعد انتشار عملية التكميم. ولكن زي ما العملية دي ليها مميزات، أكيد برضو ليها عيوب. مميزات العملية إن هي عملية إلى حد ما سعرها أرخص شوية، ومفيش المضاعفات اللي بتحصل من عملية التكميم الاعتيادية. ولكن فكرة إن يحصل رجوع لحجم المعدة تاني واردة بصورة أكبر شوية، يعني هنكون محتاجين نحافظ قوي على أكلنا، ما نضغطش على نفسنا في الأكل بصورة كبيرة. ولكن من ضمن مميزاتها برضو إن احنا ممكن نرجع الطي ده مرة تانية لحجمه الطبيعي عادي خالص. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص كشكشة المعدة أو طي المعدة، ممكن تبعت لنا سؤالك أو استفسارك على الصفحة، سواء كان على الرسائل أو الكومنتات، وإحنا هنجاوب عليك على الرسائل أو الكومنتات. ممكن كمان نعمل لك فيديو جديد نجاوب فيه على كل الاستفسارات الخاصة بالموضوع، ونشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.